أزول. تخيل معايا من مورا ما بان بلي الحياة ما عندها حتى شي معنى وبلي الحياة غادية في العدمية، وتخيل بلي اكتشفنا بلي العدمية ديال الحياة ما كتعنيش بالضرورة السوداوية وانعدام المعنى، لأن العدمية واخا بكونها كتبان كمشكل راه كتعطيك الإمكانية وكتعطيك الاحتمالية ديال أنك تخلق المعنى اللي بغيتي لراسك ولحياتك. اليوم غنهضروا في الإشكالات ديال العدمية، علاش الطرح ديال العدمية ممكن أننا ننقضوه وما كيبانش مثالي، ولا حتى العدمية البراغماتية ما كتبانش كأنها الحل مثالي لينا كطريقه نفكروا فيها في الوجود ديالنا كمغاربه ولا حتى كناس عايشين في هذا الكون. اولا وببساطه المشكل اللي كيبان في هذا الطرح ديال العدميه ديال الحياه، سواء كانت العدميه المطلقه او العدميه البراغماتيه اللي هضرنا عليها في الحلقه اللي فاتت، فراه بجوجهم كيديو الحقيقه واحده اللي هي انعدام المعنى. بمعنى انه ولو انك نجحتي في انك تخلق معنى فردي لراسك، فراه حتى داك المعنى ممكن ان نقولوا ليه الا كان الكون غادي في نطاق انه انت ما كتحققش فيه شي تاثير في المسار ديالو، فراه حتى المعنى اللي خلقتيه غيكون معنى عدمي ما تعني والو في الاخير. الا بقينا غاديين في هذه الفكره غادي نسولوا راسنا واش الكون اذا غادي في عشوائيه؟ هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نفكروا فيه في هذه الحلقه، هو واش بصح حنا الا كان الكون الا كانت العدميه ولا الفلسفه العدميه هي من الفلسفات اللي اغلبيه الناس كياخذوها كمعنى للحياه، فواش بصح الكون اذا غادي غير في عشوائيه وبلي حنا غير لحظه عابره من واحد المسار كبير وطويل، او لا في جهه اخرى كاينه واحد الطاقه اللي كتحكم فينا اللي كتسيرنا وكتسير الكون؟ واذا كانت هاد الطاقه موجوده شنو نقدروا نسميوها؟ وحتى الا لقينا ليها اسمها واش ممكن نقولوا بلي حنا كناس عبيد لهاد الطاقه؟ نقطه. الا افترضنا بلي بصح كاينه هاد الحاجه، فراه ما يمكنش من غير انها تكون الاراده ماشي هي بالفكر السطحي ديالها، وانما غنناقشوها اليوم من المنظور ديال شوبنهاور، الفكره ديال شوبنهاور على الاراده المطلقه اللي حنا كناس او لا كون عبد لهذه الطاقه. كتعريف لهذه الاراده نقدروا نقولوا عليها انها الجوهر الاساسي للكون والواقع الحقيقي مورا كاع الظواهر الكونيه والواقعيه اللي كنشوفوا. الاراده هنا ماشي غير تفكير واعي، ولكن هي واحد الطاقه، واحد القوه عمياء لا واعيه مندفعه وغاغده وبلا حتى شي لوجيك الا بغينا نحللوها احنا من المنطق ديالنا. وهذه الطاقه ديال الاراده اللي مندفعه وما عندهاش هدف هي اللي كتسير حياتنا كناس وكتسير حتى النظام الكوني. وهذه الاراده هي مصدر ديال كل من الالم والمعاناه اللي هما اكثر الشعورين او اكثر الاحاسيس اللي حنا كناس كنحسوا بها في المسار ديالنا اللي كنعيشوه. الاراده هنا ممكن نقولوا بلي راها قائمه بحد ذاتها، واحد الحاجه كاينه ماشي حيت خصها تكون كاينه، حيت كاينه وفارضه الوجود ديالها، وبلي كاع داكشي اللي داير بالاراده ما هو الا تمثل ذهني كنخلقوه حنا كناس لواحد الواقع كيسحب لنا بلي هو الواقع الحقيقي اللي هو تحت الامره ديالنا والعقول ديالنا. ولكن في الحقيقه فالواقع هو واحد مسار كاينه فيه الاراده قائمه بحد ذاتها بلا حتى شي ضروره او لا غايه عقليه ولا منطقيه، حيت هي غير واحد الاندفاع دائم يسعى للبقاء والحياه. بيني وبينك العقل اللي كيسحبوه الناس اللي هو مركز الكون او لا سيد الكون، في الحقيقه هو ماشي تسيد الاراده ديالو بل عبد الاراده. هو واحد الاداه اللي كتستعملها الاراده باش تحقق الرغبه ديالها اللي هو تحقيق واحد المسار غادي داخل اطار الزمن. الا كان الزمن ما عندوش بدايه وما عندوش نهايه، فالاحداث ضروري يكون عندها بدايه ونهايه. ما يمكنش تخلق العدد لا نهائي من الاحداث، فكتخلق واحد العود الابدي. الاراده هنا هي ديك الطاقه اللي كتحرك المسار ديال الاحداث وكتخلي لداك الشيء معنى شبه معنى. يعني كل واحد فينا كيقدر انه من البوزيسيون ديالو يحاول يفهم واحد المعنى. الحقيقه انه كون غادي في واحد العشوائيه منظمه كتسيرها واحد الطاقه مندفعه اللي هي الاراده. كبشر ممكن اننا نقولوا بلي هذه الاراده هي بالاسباب ديال ولا عندها علاقه كيفاش كنطريطيو جميع الحوايج اللي كيوقعوا لينا. واساسا هذا الشيء كيجي بالعلاقه بين الاراده كطاقه مندفعه والشعور ديالنا بالالم والمعاناه والملل. ممكن نقولوا كيفاش الا بغينا نهضروا على السعاده، مفهوم السعاده ممكن اننا نقولوا باللي السعاده هي انعدام المعاناه، فممكن اننا نقولوا باللي الالم اللي كيرتبط بالوجود البشري ديالنا هو في الاساس نتاج ديال كون الاراده عباره على واحد الرغبه ما كتساليش، في حال ما تم اشباع هذه الرغبه كنوليو نحسوا بالملل، وعدم الاشباع كيؤدي الى الالم والمعاناه. وهذا الشيء كيخلي الحياه ديالنا كفاح ابدي من اجل وليس لاجل الاراده. فالاراده كتخليك واحد الرغبه كتديك لجوج طرق، يا اما تحققها
دير الاشباع وكتحس بالملل، كيخصك واحد الحاجه اخرى باش تكون هدف ولا معنى كتخلقه، او لا الطرح الثاني اللي هو انك ما تحققهاش، وهنا كيبدا الالم والمعاناه. فممكن اننا نقولوا ان السعاده هي تلك اللحظات القليله اللي كتكون بين اشباع الرغبه والشعور بالملل، وان الاصل في الوجود هو الالم والمعاناه. كخلاصه، الخلاص الحقيقي من الشقاء اللي كاين في العالم ما كيجيش بالانتحار ولا الموت، لانه فعل اراده بحد ذاته، بل بانكار الاراده وقمع الرغبات من خلال التامل الفكري. وهنا فين كتجي النصيحه اللي غنعطيكم كما كنديرها: قد ما كتحاول تخدم عقلك، قد ما كتقرا الافكار ديال ناس اخرين، قد ما كتشوف تجارب ديال ناس اخرين، كتنقص على راسك واحد المسارات كثيره ديال انك تمشي تجرب واحد الحاجه باش تشوف النتيجه ديالها. تقدر تاخذ الفكره ولا الملخص ديالها من خلال تجربه ديال شخص اخر، وهذه التجارب كتكون كلها محفوظه. الكتب تقرا، افلام، فيديوهات، فن، السينما، هبيل، الزنقه دري صغير، كل منا عنده واحد شويه ديال الحقيقه. حاول ما امكن انك تجمع الحقيقه من عند كاع الناس، كل واحد الحقيقه من المنظور ديالو، باش توصل اقرب ما يمكن للصوره الحقيقيه للاراده العدميه والكون ولراسك. تنمرت، نشوفكم في فيديو جديد.